9 ديال الدراري الصغار خرجوا من واحد القبيله هربانين ومشاو لواحد الكهف وتخباو فيه. داتهم عينهم ونعسوا ولاو فاقوا، ومن دارهم الجوع صيفطوا واحد بالتخبيه يمشي يجيب لهم ما ياكلوا. هذاك اللي مشى يتسخر وقف حدا واحد كيبيع الخبز، عطاه الماكله وفاش جا يخلصو مول الخبز بقى كيشوف في ديك الفلوس وقال له انت واقيلا طحت على شي كنز كبير، يا غتوريني فين كاين ونقسموه انا وياك يا غنفضحك للمالك. ايوا تجمعت الجوقه ما بيناتهم وجا واحد الراجل اللي كبير شي شويه وعنده واحد البركه من العلم وبغى يفكهم ويدخل بيناتهم بخفيف، وهو يقول للدري من جاتك ولدي هاد الفلوس؟ والدري مع مازال مخلوع ومازال صغير ما فهم والو، كيقول له هذه الفلوس ديالي، هذه الفلوس ديالي وانا راه فلان بن فلان. وداك السيد الكبير اللي كان كيهضر معاه وهو يشد في راسو بقوه الصدمه اللي سمع. القصه ديال اليوم واعره بزاف، ما تمشيو فين وخليكم معايا، الصراحه داك الشيء الخيال العلمي. القصه ديالنا غتبدا في واحد القبيله اللي كانوا كيعبدوا الاصنام، وكان الملك ديالهم كيشدد عليهم انهم محرم عليهم يعتنقوا الديانه المسيحيه. وغير باش تعرفوا الخوت، فاش كنقولوا الديانه المسيحيه راه ماشي ديال دابا، الديانه المسيحيه ديال بصح اللي نزلها الله سبحانه وتعالى. المهم في هاد القبيله كانوا واحد الدراري ما عجبهمش الحال وما عجبهمش هاد الشيء اللي كيديروا الاباء ديالهم، وانهم كيعبدوا الاصنام وعارفين باللي هاد الشيء اللي خالق وهو اللي خصنا نعبدوه ماشي هاد الاصنام. وكانوا بعض المرات كيسولوا الاباء ديالهم وكيقولوا لهم علاش كتعبدوا الاصنام، راه خصنا نعبدوا الواحد الاحد اللي خلق هاد الشيء كله. ولكن الاباء ديالهم بقوه الخوف كيقولوا لهم يا غتسكتوا يا الملك غيقتلنا كاملين. كان عندهم واحد العيد بحالنا بحالهم، وكانوا حتى هما كيذبحوا فيه، ولكن لغير الله كانوا كيذبحوا لدوك الاصنام اللي كيعبدوا. المهم دوك الدراري ما كانوش راضيين على داك الشيء، خلاوهم في العيد ديالهم وخرجوا. وغير باش نقول لكم الخوت، هاد الدراري راه كل واحد كانت في قلبه شي حاجه، يعني ما كانوش كيتعارفوا واتفقوا باش يخرجوا، لا بالعكس كل واحد خرج بوحدو وبقاو كيمشيو حتى تجمعوا تحت واحد الشجره. كيجي الاول وكيوقف حدا الشجره يتخبى فيها، ومن بعد جا الثاني وبقاو كيجيو بالواحد وحتى واحد ما عارف باللي الاخر غيتلاقاه تما. فاش تجمعوا بقاو واحد كيشوف في الاخر ومتردين يهضروا وخايفين من بعضياتهم. واحد شويه واحد غيهرس الصمت ديال كل شيء وغيقول لهم انا ما كنتش راضي على داكشي اللي في القبيله، داكشي علاش قررت نهرب ونعبد الله الواحد الاحد الذي لا شريك له. وحتى هما كانوا غير خايفين وصافي، اما هما كانوا معاه في نفس الراي اللي بغا هو. قالوا باللي الا رجعنا وعرفوا الاباء ديالنا هذا الشيء غادي يقتلونا قبل ما يقتلنا الملك. فعلى داك الشيء قرروا انهم يهربوا وبقاو غاديين في طريقهم حتى وصلوا لواحد المكان. ومن جهه اخرى كانوا في القبيله كيقلبوا عليهم حيث ما لقاو لهم حتى شي اثار. وصافي من دخلوا للكهف دعوا الله، واخا ما كانوش عارفينه، المهم عارفين باللي كاين خالق لهذا الشيء واللي خاصهم يعبدوه. ودعاوه وقالوا ليه ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. وغير باش تعرفوا الخوت، هاد الدراري راه كانوا من علية القوم، يعني كانوا من الناس الهاي وما خاصهم حتى شي خير. ولكن الله سبحانه وتعالى سمع الدعاء ديالهم وحيد عليهم ديك الوحشه ديال الكهف وحسهم بالطمأنينه، وبلا ما يحسوا داهم النعاس والكلب ديالهم كان على برا من الكهف وكان حاط يديه وجالس بحال العس عليهم. والله سبحانه وتعالى ضرب على الاذان ديالهم وخلاهم ما يسمعوا حتى شي حاجه او لا يتاثروا بشي حاجه كدور بيهم. المهم الاباء ديال هاد الدراري بقاو كيقلبوا عليهم ما خلاو حتى شي بلاصه. داز النهار الاول والثاني والثالث وهما كيقلبوا، وبقات كدوز الايام حتى صافي نساوهم ولاو غير قصه كتعاود. ودابا نرجعوا للكهف. واحد من الدراري فاق وهو شبعان نعاس، وهو يفيق الدراري اللي معاه وقال لهم كم لبثنا؟ قالوا ليه لبثنا يوما او بعد يوم، لحقاش عند بالهم نعسوا غير الصباح وفاقوا في الليل او الليله اللي موراها. المهم كان دارهم الجوع بزاف وقرروا باش يصيفطوا شي واحد اللي يجيب لهم الماكله. داكشي علاش غيطوع الكبير فيهم وغيهز الفلوس وغيمشي يقصد السوق. وهو خارج من الكهف وشاف الطريق ديال السوق غيبانوا ليه بزاف الحاجات تبدلوا،
وبزاف ديال البنايات ما كانوش ولاو، ولكن هادشي ما يمكنش يكون تبنى في 3 ايام. المهم ما داهاش في هادشي وكمل الطريق ديالو، ومنين وصل للسوق بانوا ليه الناس كلهم كيشوفوا فيه، وحتى هما لابسين شي حوايج ما متعودش عليهم كاع. كمل الطريق ديالو حتى وصل لعند واحد مول الخبز، قال له عطيني عافاك كذا وكذا. المهم جمع له داك الشيء في ميكا، ومين جاي يخلصو البائع شد ديك الفلوس في يدو وبقى كيشوف فيها وهو يعيط للدري. قال له مين جاتك هاد الفلوس؟ انت واقيلا طحت على شي كنز كبير. قال له يا غتفرق معايا دابا وغتوريني فين كاين هاد الكنز، يا غنفضحك للملك. والدري بانه مازال صغير خاف ليه يجي الملك وبقى عليه هادو راه فلوسي هادو راه فلوسي. تجمعات الجوقه بيناتهم، وجا واحد الراجل اللي كبير شويه في السن وعنده من العلم واحد الحكمه، بغى يدخل بيناتهم بخيط ابيض وبائع ديال الخبز. قال له هاد السيد راه عنده شي كنز، لحقاش هاد الفلوس اللي عنده راه قديمه وقديمه بزاف. من شد داك الفلوس سول الدري قال له مين جاتك ولدي هاد الفلوس؟ والدري مسكين ما فاهم والو، كيقول له هذيك راه فلوسي هذه. وقال له باللي انا راه فلان بالفلان. وغي داك الراجل سمع هاد السميه وهو يشد في راسو بقوه الصدمه، لحقاش هاد السيد اللي كيهضر عليه مات اكثر من 300 سنه، او اللي كنقولوا اختفى من القبيله. قال ليه انا راه هربت مع صحابي من هاد القبيله. والراجل غيتصدم وغيعرف باللي هذه رساله من الله. غيقول له واش صحابك مازالين معاك؟ الا بغيتي نمشيو عند الملك ونمشيو نشوفوا صحابك. ولكن الدري غيتخلع وهو يطمنو، قال له باللي داك الملك اللي كتعرف راه مات اكثر من 300 سنه، والملك اللي كاين دابا راه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. وهنا الدري غيتصدم وما غيعرفش راسو باش تبلا، لحقاش هو نعس غير نهار ولا يومين، ما يمكنش تكون دازت 300 سنه. المهم هي هذيك مشاو عند الملك وقالوا ليه هذه القصه، والملك حتى هو تصدم بحالو بحالهم، وطلب من الدري انه يوصلوا عند الصحاب ديالو في الكهف. داكشي اللي كان مشاو للكهف وقال لهم الدري باللي يدخل هو الاول ويطمن الدراري صحابو عاد باش يدخلوا هما. داكشي اللي كان، ومن دخلوا تصدموا من داك المنظر اللي شافوا، ان الدراري مازالين صغار وحتى شي حاجه في العمر ديالهم ما تبدلات، واخا هما خرجوا من القبيله هذه 300 عام. وداكشي اللي طرا في هاد 300 سنه هو انه الله سبحانه وتعالى كان كيقلب الاجساد ديالهم مره على اليمين مره على اليسار باش ما يتقرحش الجسد ديالهم. والا سولتوا الناس ديال العلم والطب غتعرفوا باللي الانسان فاش كيكون في شي غيبوبه كبيره كيبقاو يقلبوه كل مره باش ما يتقرحش الجسم ديالو او اللي ياكلوا الدود. وكان مخليهم ناعسين وحالين عينيهم باش حتى الا دخل شي واحد للكهف يتخلع من داك المنظر اللي غيشوف، وحتى الكلب يزيد يخلعه. وهذه كانت من امتع القصص اللي كاينه في القران، واللي ليها صوره خاصه بوحدها واللي هي صوره الكهف. والعبره من هذا الشيء الخوت هو انك ما خاصكش تبقى في شي بلاصه انت ما مرتاحش فيها، او الناس اللي فيها كيديروا شي حاجات انت ما عجبينكش وما راضيش بهم. هذا الشيء اللي كاين في الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم خليو لي لايك، اشترك في القناه باش يوصلك الجديد، وما تنساوش باللي اللي جاي غيكون حسن ان شاء الله.